سلسله غنعطيك فيها 100 قانون باش تطور من الكاريزما وقوه الشخصيه ديالك. هذا اول فيديو من السلسله، ولا نتعرفوا فيه على اول 10 قوانين اللي كيتعتبروا الاساسيات ديال الكاريزما. الا كان هذا الموضوع كيهمك ما تنساش ديك لايك وسبسكرايب. معك سكارنوكس ونبداو. اولا، قانون تقبل الذات. هذا القانون كيتعتبر الركيزه الاساسيه باش تبني الثقه ديالك بنفسك. علاش؟ حيت ما يمكنش انه انت واحد الانسان اللي ما متقبلش راسو، ما كيحترمش راسو، وكتسنى من الناس الاخرين يتقبلوك ويحترموك. فاول حاجه بغيتك ديرها هي انك تقبل راسك. تقبل الذات كيبدا بالتقدير ديال جميع جوانب الشخصيه ديالك، سواء كانت زوينه او لا خايبه. اي حاجه فيك خايبه ولا زوينه خاصك تقبلها. هادشي كيخفف عليك داك الحمل ديال مطارده الكمال، انك كتحاول تولي واحد الانسان اللي ما فيهش عيوب، انك كتحاول تجيب التعادل مع واحد الناس اللي بعاد عليك. ملي كتقبل راسك وكتصارح راسك انك انت واحد الانسان اللي ماشي كامل وما غاديش تكون مثالي فحال بزاف ديال الناس، هادشي كيخلق فيك واحد التوافق داخلي وكيخليك انك تكون مصالح مع راسك. تقبل الذات ماشي هو انك ترضى بداك النقص اللي فيك او لا داكشي اللي خايب فيك، وانما هو الدافع والمحرك باش انك تخدم على كاع داكشي اللي ناقص فيك وداكشي اللي خايب، بحال العادات واللي غالبا كيكونوا هما الحاجه اللي ما راضيش عليها نتايا. فتقبل راسك بداكشي كامل اللي فيك وخليه دافع باش انك تخدم عليه وتطوروا لما هو احسن. ثاني قانون واللي مرتبط بالوقف ديالك، طريقه الوقوف ديالك. اللي خاصك تفهم هو انه الوضعيه ديال الجسد ديالك، كيفاش كتوقف، كيفاش كتمشى، هذا اول انطباع كياخذوه عليك الناس، وهو اول عامل كيلعب في كيفاش غادي يتعاملوا معك الناس اولا كيفاش غادي يشوفوك الناس. خليني نعطيك واحد من الاسرار ديال الثقه بالنفس والكاريزما. الا ما كانش خبارك فراه تقدر تحكم في اي واحد وتسيطر عليه وتخليه يتعامل معك كيف ما بغيتي انت، عن طريق الانطباع الاولي. الا بغيتي واحد الانسان يهبط من قيمتك ويشوفك بواحد الطريقه اللي هي ناقصه، حاول انك تجي عدو تحاني راسك. حاول انك تجي عدو وانت مقوس ظهرك في المشيه اولا كتشوف في الارض. هادشي غيخليه يستنقص منك وتبان ليه بواحد الطريقه بانك انت محقور. ولكن ملي كتصادف مع واحد الانسان اللي غادي بواحد الطريقه اللي مستقيمه، الظهر ديالو مقاد، كتافو راجعين اللور وهز راسو الفوق كيشوف القدام، هادشي كيخليك تاخذ واحد الانطباع لا اراديا على ان داك الانسان واثق في راسو، على ان داك الانسان خاصك تتعامل معاه بحذر، وحاول انك ما تغلطش معاه. وهذا الشيء راه لا ارادي، وبيان سور هادشي ما كيعنيش انك تمشي متكبر ولا انك تمشي ما تشوف حتى واحد وما معبر حتى واحد، لا، خليك محترم راسك وخليك عارف المقام ديالك كإنسان. ولكن هادشي ما كيمنعش انك دير احترام لراسك وتخلي الناس يحترموك، اولا بالمصطلح الصحيح تفرض الاحترام ديالك على الناس. داكشي علاش باش نختصر لك في هذا القانون، المشيه ديالك خاصها تقاد. فين ما تكون غادي ديما تفكر بانه خاصني نرجع كتافي للور، ظهري يكون مقاد وراسي مهزوز الفوق. المره الاولى المره الثانيه ما غاديش يصدق لك هذا الشيء، ولكن مع الوقت غادي تتعلم كيفاش انك تمشى. وغير باش نتفاهم، هادشي اللي كيبان لك بانه ما عنده تقييم، طريقه المشيه اولا انك تقبل راسك راه هو الاساس. الا ما كانش عندك وصلنا للقانون رقم 56 راه ما غدير به والو، ما غتستافد به والو، وما غادي يعطيك حتى نتيجه وانت كتمشي بطريقه ماشي زوينه. ثالثا، قانون التواصل البصري. انا ما غاديش نشرح لك بزاف، ولكن باش كتحس فاش كتكون داوي مع واحد الانسان انت كتشرح ليه واحد الموضوع وهو كل مره كيشوف في جهه وما كيشوفش فيك، بيان سور هنايا كتحس براسك بانه هو ما مسوقش لك وباللي انت ما عندكش اعتبار، واخر مره كتكون بركتي معاه هي ديك النهار اللي ما احترمكش فيه. ولكن ملي كتبرك مع واحد الانسان اللي ملي كتكون جاي كدوي هو مركز معك وكيشوف لك في عينيك وكيتواصل معك، هادشي كيخليك انك تحترمه اوتوماتيكمون هو كيحترم. وباش نكونوا واضحين، الناس فاش كتكون كدوي كتبغي اللي يحترمها، كتبغي اللي يسمع ليها، وكتبغي اللي يكون مركز معاها ومهتم بداكشي اللي كتقول. داكشي علاش المره الجايه فاش تكون كدوي مع واحد الانسان اولا كتكون واقف قدام واحد الانسان حاول انك تبقى تشوف ليه في عينيه. التواصل البصري راه عنده واحد القوه اللي كبيره بزاف، تقدر تقرا عليه، غنخلي لك واحد الرابط في الديسكريبشن. غير هو ما تطيحش في الغلط، ماشي واحد الانسان داوي معك اولا واحد الانسان واقف قدامك وتبقى تشوف ليه في عينيه ساعه كامله. هادشي كيعني بانك كتمثل وغادي يعطي واحد الانطباع ديال انك كتحاول دير واحد الحاجه باش ترضيه وتدوز عليه الوقت. الافريج ديال انك تشوف الانسان في عينه هو 3 حتى 5 ثواني، يعني ملي تكون كتشوف ليه في عينيه ومركز معاه حاول من مور كل 5 ثواني تحرك عينيك اولا تدوي معاه ودير شي حركه، بقى تشوف ليه في عينيه وهو داوي. ولكن ملي دوز 5 حتى 7 ثواني او ماكسيموم حاول انك دير شي حركه براسك ديال انه متبع مع داك الانسان. هادشي اوتوماتيكمون فاش غيشوفك واحد الانسان اللي انت منتبه ليه وغيحترمك
اوتوماتيكمون غيخليه يشوفك واحد الانسان اللي عندك كاريزما وتستاهل الاحترام ديالو. رابعا، قانون الاصاله. كيف ما سمعتي سميتو قانون الاصاله، وركز معايا مزيان. هذه واحد الحاجه اللي افتقدناها حنا في الجيل ديالنا. اوتوماتيكمون حنا فاش كنبركوا مع واحد الناس كنرتاحوا لذاك النوع اللي كيكون على الطبيعه ديالو، كنرتاحوا لذاك النوع اللي كيتصرف بلا ما يفكر، وكنرتاحوا مع داك النوع اللي محافظ على المبادئ ديالو وكيبان بانه عنده وجود وواحد الشخصيه. فإلا كنتي من النوع اللي انه كيمشي مع واحد الناس ودوك الناس كيديروا واحد الحاجه وهو ما باغيش، ولكن كيمشي معاهم في ديك الطريق وكيدير معاهم داك الشيء باش ينتمي ليهم ولا يحس براسو بانه كاين، فعرف بانه انت ما عندك لا قيمه لا كاريزما لا شخصيه، ودوك الناس باركين معاك حيت كيستغلوك وكيضحكوا عليك. التزم بالمبادئ ديالك، خليك ثابت على الافكار ديالك. الا مشيتي مع واحد الناس وانت ما كنتيش كتاكل واحد الحاجه قول لهم لا انا ما كناكلش هادي. الا كنتي غادي مع واحد الناس ووصل الوقت ديال الصلاه قول لهم انا غنمشي نصلي. وإلا كنتي مع واحد الناس وقلتي لهم بحال ما هكا وشتيهم باللي استهزئوا من المبادئ ديالك، الا ما انسحبتيش ووقفتي ديك العلاقه على حد وضربتي عليهم بكروه حمراء، راه ما عمرك غتربح الاحترام ديال شي واحد. هادشي اوتوماتيكمون غيخليهم يفهموا باللي انه انت واحد الانسان عندك حدود، انت واحد الانسان ما كيهبطش على المبادئ ديالو، انت واحد الانسان ما معاكش الضحك. وفاش كنقول واحد الانسان اللي ما معاهش الضحك اوتوماتيكمون هو واحد الانسان اللي حنا كنحتارمو. ما عمرك تخلى على المبادئ ديالك، ما كديرش واحد الحاجه ما كديرش واحد الحاجه، ما عندكش مع هادي ما عندكش مع هادي، ما باغيش نخرج معاك هي ما باغيش نخرج معاك. تعلم انك تلتزم بالمبادئ ديالك. قانون رقم 5 واللي هو الحديث الداخلي. انا وياك عارفين هذا القانون ومجربينه ديال بصح، وخالق لينا مشاكل ديال انه انت كتشوف راسك ناقص في واحد الحاجه، انت كدوي مع راسك وكتقول انا واحد الانسان فاشل، انا واحد الانسان ماشي ديال هاد البلاصه، انا واحد الانسان ما عمرو غيطفرو في حياته. الا ما كنتيش بحال ما هكا فدير في بالك باللي كاينين الناس بحال ما هكا، كاينين الناس كيدمروا راسهم براسهم، كاينين الناس كيدويو مع راسهم في حال ما هكا. كاين واحد الانسان اللي غير ما كتصدقش ليه واحد الحاجه بلا ما يحس كيدوي داخليا مع راسو وكيثبت انه انسان فاشل ماشي لشي واحد وانما لراسو. الصوت الداخلي ديالك هو اللي كيلعب الدور الاساسي كيفاش الناس كيشوفوك. علاش؟ حيت هو اللي كيحدد كيفاش غادي تتصرف. ما يمكنش انك تقول لي انا كنشوف راسي انسان كسول، انا كنشوف راسي انسان ما كيقراش مزيان. انت كتقول هذا الشيء لراسك وغادي تثبت لي العكس ديال انه انا راه غير كنقوله ولكن راه كنقرا مزيان. ما كايناش هادي. انسان اللي كيقول راسو بانه كيقرا مزيان راه كيقرا مزيان، انسان اللي كيقول راسو انه ما كيقراش مزيان راه ما عمرو غيقرا مزيان. ولاحظ معايا كاينين امثله بزاف ديال الناس اللي غير فاقوا قالوا لراسهم انا غنولي نقرا مزيان، انا نقدر نولي نقرا مزيان، وفعلا ولا كيقرا مزيان. اولا بالمصطلح المغربي ديالنا كيقول لك دار النفس. لا استاذ، راه ماشي دار النفس، وانما الصوت الداخلي ديالو تبدل، المصطلحات ديالو تبدل. ولا كنتي كتسائل شنو هو الصوت الداخلي ولا كيفاش كيدوي معانا ولا كندوي معاه، هو عباره عن المصطلحات اللي كتستعمل في نهارك، هو عباره عن المصطلحات اللي كدوي معاهم مع الدراري صحابك. تحكم فيه، واي حاجه كنتي تقولها خايبه قولها زوينه. شنو خاسر الا قلتي انا ماشي غليظ، انا واحد الانسان بدا كيتريني؟ شنو خاسر الا قلتي انا ماشي فقير، انا واحد الانسان اللي باقي خدام على راسو؟ شنو خاسر الا قلتي انا واحد الانسان اللي ماشي فاشل، انا انسان يلاه بادي؟ بدل المصطلحات، وهذا الشيء غادي ينعكس على الشخصيه ديالك وعلى الافعال ديالك. الانسان اللي كيقول على راسو كيتريني راه فعلا كيتريني، الانسان اللي كيقول على راسو غليظ راه كيبقى غليظ. سادسا، قانون عقليه النمو. كاين جوج الانواع ديال الناس في هذا العالم. انسان اللي كيبان ليه باللي دوك الناس اللي وصلوا تزادوا فحال ما هكاك، دوك الناس اللي عندهم معلومات تزادوا عندهم الدماغ ديال المات، دوك الناس اللي رياضيين وفورما ديالهم زوينه تزادوا باش تكون الفورما ديالهم زوينه، ودوك الناس اللي مطفرين تزادوا باش يكونوا مطفرين. وكاين واحد النوع الثاني اللي عارف وعايق بالقالب ديال انه دوك الناس وصلوا داكشي حيت خدموا عليه، دوك الناس وصلوا داكشي حيت ضربوا تماره باش يوصلوا تما. وهذا هو الفرق ما بين عقليه النمو والعقليه الثابته. عقليه النمو اللي عند الانسان اللي كيفكر بها عارف بانه الا بغى يوصل لواحد الحاجه خاصو يخدم عليها، خاصو يدير داكشي اللي داروا دوك الناس اللي وصلوا لتما. اما عقليه الثبات فهو داك الانسان اللي كيبقى ديما يشوف راسو هو ما تزادش لداكشي. وإلا كنتي كتسائل شنو هو الدور ديال هذا القانون في الكاريزما وقوه الشخصيه، خلينا غير نقول لك باللي الانسان اللي ما واعيش او الانسان اللي ما واصلش لواحد المستوى معيشي زوين راه ما عمرو غيكون تايق في راسو. والانسان اللي واصل لمستوى معيشي زوين راه قرا وتعلم، راه ضرب تماره، راه تعلم بزاف ديال المهارات. وما عمرك غتعلم بزاف ديال المهارات الا ما كانتش عقليه النمو في دماغك،
الا ما كانت واصله للعقل الباطن ديالك. داكشي علاش من دابا بغيتك تبدل فكره انه انا ما تخلقتش لهاد الحاجه، انا ما عنديش الشغف في واحد الحاجه. لا، اي حاجه بغيت نوصل لها غنقدر نوصل لها الا خدمت، اي حاجه بغيت نوصل لها غنقدر نوصل لها الا تعلمت ليها، والا درت نفس داكشي اللي داروا دوك الناس اللي وصلوا تما. رقم 7، قانون منطقه الراحه. انا ما غنطولش معاك في هذا القانون حيت انت عارف شنو هي منطقه الراحه، ولكن انا نبين لك شنو هو الدور ديالها في الكاريزما وقوه الشخصيه. بكل بساطه الانسان اللي كيخرج من منطقه الراحه ديالو كيجرب حوايج جداد وكيحط راسو في واحد البلايص اللي هو ما مرتاحش فيهم وما مولفهمش. هادشي كيخلي انه تولي عنده تجربه، كيخلي انه تولي عنده صلابه ذهنيه، صلابه جسديه، وصلابه في الشخصيه والمشاعر ديالو، اولا كيما كنقولوا بالمصطلح المغربي ديالنا كيتحكم مع الوقت. داكشي علاش خلي الوقت تمرمدك شويه، خرج جرب حوايج جداد، تلاح في دي دومين جداد، ما غتخسر والو. جرب وبرك مع ناس ما كتعرفهمش، خليهم يعلموك باش الشخصيه ديالك تزيد تقوى. راه العضلات اللي كاينين في الجسم والناس اللي كيترينيو عارفين، الا بغيتي تكبرهم راه خاصك دير فيهم واحد التمزقات من خلال بزاف ديال التمارين. كذلك بغيتي الشخصيه ديالك تزيد لقدام، بغيتي النيفو ديال الكاريزما ديالك يطلع، حاول ان تتعرض للتمزقات وضغوطات من عند الناس، تعرض لبزاف ديال الحوايج جداد. اقل ما يمكن انك دير تخرج تمشى، تخرج تبرك في شي قهوه اللي ما عمرك بركتي فيها، اولا تسكن بعيد على داركم، وهذه واحد الحاجه اللي كنرشحها لك بزاف. وبناء على هذا الشيء اللي قلت لك دابا كيجي القانون الثامن واللي مرتبط بهذا الشيء، الا وهو قانون تحمل المسؤوليه. باش نكونوا واضحين، الاب ديالك هو اكثر واحد كتعرفوا نتايا حاليا الشخصيه ديالو قويه غالبا. علاش؟ حيت هو مسؤول على اسره. الا دخل للدار وقال لك برك راه كلشي كيبرك، حتى واحد ما كيعاود الهضره. علاش؟ حيت المسؤوليه كتخلي الناس تحترمك، حيت المسؤوليه كترجعك راجل وكترجعك مرأة، حيت المسؤوليه كتبني عندك كاريزما وقوه الشخصيه. وبناء على القانون اللي قبل هذا، افضل حاجه باش تهز المسؤوليه وباش انك تكون مسؤول هي انك تخرج من منطقه الراحه ديالك. يعني شرك هاد جوج ديال القوانين، خرج من منطقه الراحه ديالك وخليك انك تهز المسؤوليه. ونجيو للقانون اللي ما قبل الاخير، الا وهو قانون التفاعل الاجتماعي. الا كنتي واحد الانسان اللي ما كيتواصلش مع الناس، الا كنتي واحد الانسان اللي ما كيتانتراكتاش مع الناس، راه ما عمرك غادي تكون كاريزما، ما عمر الناس غيحتارموك. علاش؟ حيت هما اصلا ما عارفينكش، ما كيسمعوكش، ما كتعرفش انك تتواصل معاهم، فكيفاش غادي يدويو معاك اولا غيحترموك الا ما كنتيش كتفاعل معاهم؟ وخلينا نقول لك باللي افضل طريقه للتفاعل الاجتماعي مع الناس اولا باش انك تخدم على هذا القانون هي الاستماع، هي الانصات. فإلا كنتي انت كتبرك مع واحد الناس وما كتسكتش من الهضره، فراه ما غيكون عندك حتى احترام. تفكر غير داك صاحبك ولا ديك صاحبتك اللي كتبركوا معاهم وكيبقى النهار كامل وهو داوي، راه ما عمرك كتحتارمو، كيولي ديما طالع لك في راسك وباغي انت تمشي من حداه. ولكن الانسان اللي كيبرك حداك كيسمع لك وكيحاول انه يستوعب داكشي اللي كتقول، فهنا هذا واحد الانسان كتحتارم ولا اراديا كتحتارمو. علاش؟ حيت بكل بساطه كيولي عزيز عليك. الطبيعه البشريه ديالك كتفرض عليك انه الانسان اللي كيسمع لك، الانسان اللي كيخلق لك واحد الفضاء فين انك انت كدوي، هادشي كيخليك انك تبغيه اوتوماتيكمون كتحتارم. فالمره الجايه تفاعل مع الناس بطريقه ايجابيه، ابتسم للناس بواحد الطريقه اللي ايجابيه. بيان سور ماشي ضحك شي ضحكه اللي فايته الحدود، ولكن ابتسم بطريقه ايجابيه واسمع بطريقه ايجابيه. والقانون الاخر واللي هو اقوى قانون ما بين هاد 10 ديال القوانين، واللي هو قانون الصمت. باش نكونوا واضحين، الانسان اللي ساكت هو واحد الانسان اللي كنحترموه كاملين. الانسان اللي ساكت هو واحد الانسان اللي ما عارفين شنو طايح في باله، والانسان اللي ساكت هو اكثر انسان كنخافوا منه. هذا ماشي تناقض ما بين هذا القانون والقوانين اللي دازوا، ولكن انا ماشي كنقول لك بانه برك مع الناس ودوي معاهم ودابا كنقول لك تولي ساكت واللي انك ما تدويش بزاف. لا، اللي كنعني بهذا القانون هو تعلم امتى تدوي وتعلم امتى تسكت. الانسان اللي كيبقى ساكت بواحد الطريقه اللي هي واعيه وذكيه هو الانسان اللي كيكون كيسمع وكيحلل كاع داكشي اللي داير به، وفاش كيدوي كلشي كيسمع ليه. الانسان اللي كيبقى ساكت بلا ما يدير حتى حركه وساكت حيت ما عنده ما يقول، هذا انسان كنعتبره ضعيف الشخصيه، هذا واحد الانسان اللي ما عنده ما يقول. اما الانسان اللي كيبقى غير داوي فهذا تا هو انسان طالع لنا في راسنا. داكشي علاش بهذا القانون اللي غنختموا به هذا الفيديو، تعلم امتى تدوي وتعلم امتى تسكت. ديما قبل ما تدوي تعلم انه يكون عندك واحد الصمت لواحد الفتره اللي غيخليك تفهم شنو داير بك، الكونتكست ديال الهضره، الناس كيفاش كتفكر وكل واحد كيفاش كيحس. وهذا الشيء راه ما غيجيش بين نهار وليله. الا مشيتي بركتي مع ناس دابا وسكتي راه ما غتفهم حتى وز، ولكن نهار على نهار
فاش غادي تتعلم انه قبل ما ندوي انا نتعلم نسكت ونسمع لدوك الناس، هادشي غيخلي انه الناس يحتارموك بانه كتعلم تسكت وكتعلم تسمع لهم. ومع الوقت غادي تولي تقرا التحركات ديالهم كاملين وغادي تعرف كيفاش انك تسيطر عليهم. في الفيديوهات الجايين غندخلوا في تفاصيل اللي خطيره بزاف في قوه الشخصيه والكاريزما. خلي في الكومونتير شنو هو اكثر قانون كيبان لك فعاليه ما بين هادو اللي قلت، وتسناو الفيديو الجاي وديك سبسكرايب الا بغيتي تشوف فيديوهات جايين. كان معك سكارنوكس، تشوفوا فيديو جاي.